أخبار يوم السبت مهمة وقصيرة. تقوم إمارة أفغانستان الإسلامية بتثبيت نظام GPS على مركبات البضائع والركاب في الأشهر الستة الأولى من عام 1401 هجري شمسي. قضت محاكم مقاطعة هرات في 6113 قضية. يريد بنك أفغانستان بيع 13 مليون دولار غدا يوم الأحد في المزاد العلني. يقول مسؤول المؤسسة الإصلاحية لشؤون السجون إنهم وزعوا مستلزمات الشتاء على السجناء. في الأسبوع الماضي من 18 إلى 24 أغسطس تم نقل 69,103 طنا متريا عبر سكة حديد أفغانستان. ألقت شرطة المنطقة السابعة التابعة لشرطة كابول القبض على سيارة مسروقة سرقوها اللصوص من المركز التجاري كفاية في مدينة كابول. تقول وزارة الخارجية الأفغانية يجب أن تصبح أفغانستان مركزا للمعرفة والاقتصاد والاتصال والعبور. تخرج 81 طالبا من كلية الهندسة المدنية بجامعة خوست الشيخ زايد بهدف خدمة المجتمع. تم افتتاح مستشفى بسعة 50 سريرا في منطقة مالستان بمقاطعة غزني بتكلفة 100 مليون أفغاني. تقول وزارة الدفاع الوطني تخرج 88 شابا مجندا حديثا من ولاية بنشير إلى الجيش الإسلامي في حفل بعد التدريب العسكري والشرعي في الفترة الأكاديمية الأولى.